أسعد الله أيامكم بكل خير ومحبة ورضا أعزائي المتابعين والمشاهدين من مطبخ أم يحيى. اليوم إن شاء الله أكلتنا فاصوليا. طبعا هاي الفاصوليا بنقعدها 12 ساعة. هسه حاطة مي راح يبدي يغلي، لازم يغلي وأخليه تفور. بعد ما فارت واستوت هسه راح أبدي، طبعا هي طريقة غير، راح أخلي جزر وأخلي فلفل بارد مشوي ومقشر، وراح أخلي بصل وثوم مشوي وأخليها كلها تفور. وراح أخلي فلفل أسود وملح، ومن البهارات راح أخلي فلفل أسود وكمون فقط. راح أخليها تقريبا ربع ساعة أو نص ساعة تفور، ذب المونة مال المكونات ونرجع لها. طبعا الدور هسه حطيت زيت زيتون وفلفل حار. راح أخلي بابريكا، طبعا البابريكا نخلي كمية كبيرة ما نريدها تحترق، نوطي النار شوية. هي هاي راح تنطيها لون، هي هاي راح تنطيها لون، لا تخلوها تحترق. راح افرغ جزء منها بالبايركس او بالفخار عفوا، راح ادخله للفرن لمدة ربع ساعة. هاي جهزت الفاصوليا، شوف شلون شكلها حلو. طعمها كلش طيب، بيها لجعة من الحرورة. جربوها، انتظرونا بأكلة قادمة إن شاء الله من مطبخ أم يحيى.